المرحلة الثالثة الحماية الميدانية والتأسيس القانوني. غادي نهضروا على المحور السابع اللي هو عقود الكراء وحساب نقطة التعادل اللي كتسمى البريك ايفن لاصحاب المحلات. هذا المحور مخصص بالخصوص للاخوان اللي عندهم اصحاب المحلات التجاريه والمتاجر الميدانيه، حيث هنا كيوقع نزيف راس المال الصامت. العقود وفخ الثروت، فاش كتكري محل تجاري ورد البال من الكرا العشوائي بالورقه العاديه بلا توثيق. خاصك تكون عارف الحقوق ديالك في الاصل التجاري الفوند كوميرس بعد مرور سنتين، وتكون كتخلص السومه الكرائيه باثباتات بنكيه ولا وصل الاستلام. ركزوا على هذه القضيه بزاف، كاين اللي كيخلص الكرا غير بينك وبينه كتعطيها له اسبيس. هذا راه مشكل الا ما كنتيش كدير اثباتات بنكيه ولا كتاخذ الروسي من عنده رسمي باش ما يجيش الكير يخرجك في اي لحظه فاش يشوف المحل ديالك نجح ورجع معروف. الحاجه الثانيه حساب نقطه التعادل اللي كتسمى بريك ايفنت بوين. قبل ما تفتح باب المحل في الصباح خاصك تحسب شحال خاصك تبيع يوميا غير باش تخلص المصاريف الثابته. المصاريف الثابته الشهريه مثلا الكري اللي كان عندك 3000 درهم، والضو والماء 400 درهم، والخدام اللي غادي يخدم معك في المحل 2500 درهم، زائد المحاسبه الكونطابل والضرائب دير واحد 600 درهم. يعني التوتال غاديك واحد 6500 درهم شهريا. الا كان هامش الربح الصافي ديالك في كل بياسه هو 50 درهم، هذا الحساب كيخليك عارف باللي اول خمسه البياسات كتباع في اليوم راه ماشي ديالك، هادوك ديال الكرا والمصاريف. الربح ديالك كيبدا من البياسه السادسه اللي غادي تبيع.